سلام للجميع، رجعت فيديو جديد ووصفة جديدة. راكم اليوم تشوفوا وصفة المبكبكة المقرونة المشهورة، خاصة أشقائنا الليبيين مشهورة بها ياسر. قبل بداية الفيديو ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وش نحتاج في الوصفة تاعنا؟ نحتاج كمية كبيرة من اللحم، نحتاج المقرونة هذه ويني المقرونة الحجم الصغير، نحتاج حبة بصل تكون ريحتها، نحتاج راس ثوم ريحتها مع الفلفل الأحمر اليابس، ومغرفة ونص طماطم، مغرفة ونص طماطم مصبرة، نحتاج جوز مغارف زيت أو مغرفة ونص، لأنه اللحم تاعي فيه كمية كبيرة من الشحم. نقلي مليح اللحم، نقليه مع هذاك الزيت مليح، ومن بعد ما يتقلى لي راح نرمي هذاك البصل ونعاود نقليه. لازم تقلي البصل واللحم مليح مليح. من بعد باش راح نضيف المكونات الاخرى نضيفوها هنا. بعد ما تقلى لي مليح راح نضيف عليها نضيف عليها الطماطم، الطماطم الحب. انا درت زوج حبات متوسطين، اذا حبيتي ضعفي ديري حتى 3 حبات. ومن بعد رميت مغرفة ونص طماطم، ومن بعد رميت انا الثوم ومع الفلفل الاحمر هرسته مليح، والثوم واللفاح. هنا واش درت الملح واللفاح والكركم، وضفت شوية من توابل الدجاج فقط. هذا ضفت، ما ضفتش فلفل اكحل ولا توابل اخرى. ضفت غير الكركم الفاح والملح وتوابل الدجاج. نقليها مليح 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 ونسخن جهة ثانية. هنا عندي يطرة ونص من الماء، يطرة ونص من الماء بالكاس اللي كيلت به المرة الأولى كما راكم تشوفيه. هنا راح نرمي هذاك الماء السخون، راح نرميه، ومن بعد نقفل عليها الكيكوط مدة تقريبا 10 دقائق فقط، بما طرى لي اللحم. قلت لكم نقفل عليها الكيكوط مدة 10 دقائق، ومن بعد ما نفتح عليها الكيكوطة نرمي هذيك المقرونة ونخليها تطيب كالمقرونة العادي. والله صدقوني جاتني مطعمها أبن من المقرونة العادية، خاصة إذا جربتيها باللحم. أنا مرة ذقتها بالدجاج أما ما عجبتنيش كما المرة هذه جربتها باللحم. ننصحكم أنكم تجربوها. نخليها خليها تطيب على راحتها، ووقي قلبيها. ومن بعد كي تشبحيها خلاص باللي طابت، ماذا بيك تحاولي انك تخلي فيها الماء، يعني نعرف ان المقرونه اذا ريحت راح تشرب هذاك الماء. ومن الاحسن انك تاكليها مباشره، خاصه انك تعود هي سخونه، معناها روعه. هذه هي كانت وصفتنا نهار اليوم. ان شاء الله تجربوها وتعطيني رايكم فيها المقرونه المبكبكه. ما علي ان شاء الله نقول لكم فيديو جديد ووصفه جديده، والى اللقاء. سلام.